السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حاجة بقى، وصفة كده وهي كلنا بجد افتقدناها في مطبخنا، وهي المفتقة أو الحلبة المعقودة. طبعا الجيل اللي طالع ده ما يعرفهاش بتاع البانيه والمكرونة بالبشاميل، ما يعرفهاش طبعا. لازم بقى نرجع نعرف ولادنا ايه هي المفتقة دي ونعودهم عليها، لأنها بجد من الحاجات المفيدة جدا وفيها عناصر غذائية حلوة قوي. وكمان اللي عايز يتخن، المفتقة دي بتجيب من الآخر. تعالوا بقى، وكمان في الشتا كمان بتدفي قوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط هتعمليها، وكمان فيها مكونات غذائية حلوة قوي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونبتدي الوصفة. اول حاجة، بس قبل ما نبتدي الوصفة يا ريت تعملوا لي لايك، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس، وكمان تشتركوا في القناة. اول حاجة انا مسهله لكم الموضوع خالص. من كل حاجة هنستخدم كوباية. عندي كوباية من الدقيق، كوباية من الزيت، كوباية سمسم، كوباية من السوداني المجروش كده يعني مكسرات تكسيرة صغيرة، وعندي 3 كيلو من العسل. انا عاملة كمية لان هوزعها. وعندي طبعا اهم حاجة بقى 3 معالق كده من الحلبة المطحونة، وبقية الكوباية حطيت عليها المغات. يعني انا حطيت بس 3 معالق في الكوباية من الحلبة، وبعد كده لكل كيلو معلقة، وبعد كده حطيت من الباقي مغات. هبتدي اخد بقى الكوبايات اللي عندي دي كلها، هنزل بالزيت. لو حسينا ان الزيت قليل ممكن نزود ربع كوبايه كمان. انا عايزه الخليط بتاعي زي كانك بتعملي بشاميل كده، يبقى سايل ما يبقاش فيه كتل. لو حسيت ان هو عمل كتل معاكي كده والزيت مش كفايه، ممكن تحطي ربع كوبايه زيت كمان. ماشي، هنقلب بقى. نزلت بالدقيق ونزلت بالمغات على الحلبة. مش هزود خالص في التحمير، ناخد بالنا اول ما خلاص ابتدى كده يغلي. هنزل بقى بالسوداني وانزل بالسمسم عشان يتحمص معانا كده. شايفين؟ انا عايزه بس اوريكم ان هو ايه، مفيش برضو تكتلات خالص. اهم حاجه ان هو ما يعملش تكتلات. اهو كده خلاص تمام، الزيت مظبوط جدا. هنقلبه بقى كويس قوي، نديله تقليبه كده لحد ما نحس ان لونه، لا انا مش عايزه لونه يتحمر. عارفين اللون اللي هو الذهبي الفاتح خالص؟ اهو هو ده، عشان ما يمررش منك، ما يديكيش طعم مراره. بعد كده اول ما يبتدي يحمر، هو مش هياخد بالظبط على النار حوالي دقيقتين، وهتلاقيه تمام جاهز، مش لازم تحمريه خالص. ننزل بقى بعد كده بالعسل الاسود اللي عندي. ويا سلام لو عندك بقى نص معلقه صغيره من ملح الليمون، دي بتحفظ الحلبة قوي. بس انا طبعا ما حطيتهاش لان دي كانها ماده حافظه، لان طبعا ده هيتوزع، فهو كل واحد هياخد نصيبه وهيتاكل يوميها فمش محتاجه ان انا احط ماده حافظه. نبتدي بقى نقلبها على النار ونسيبها بقى، نهدي النار شويه وهنسيبها على نار هاديه تغلي كده مع نفسها لحد ما تبدأ تربط معايا. هي مش يعني هتاخد حوالي كده، نقول مثلا 10 دقايق او ربع ساعة على النار. بس ما تزوديش عليها قوي، يعني ممكن تفضي في طبق شوية كده وتشوفي. لو حسيت ان هي تمسكت كده خلاص تمام، اطفي بقى النار. حسيت ان هي لسه سايلة شوية، مفيش مشكلة، سيبيها شوية. بس ما تحاوليش ان انت تسيبيها كتير، لان كل ما هتبقى يعني سايلة معاكي حلوة، تعرفي تغمسيها، ما تبقاش ماسكة معاكي قفشة معاكي كده. يعني هو بالظبط انا سبتها بالظبط على النار 10 دقايق، من 10 دقايق يعني ايه ل15 دقيقة كده. تمام. بعد كده بقى حطيت عليها شوية سوداني برضو على الوش، يعني انا زودت برضو عن كوباية السوداني، لان انا بحب السوداني فيها بصراحة كتير. زودت عن الكوباية، حطيت حوالي ربع كوباية كمان على الوش كده. بتفرق برضو في الطعم، وبتخلي بتديها طعم حلو، وقرمشة السوداني فيها بيبقى حلو قوي. وبعد كده سبتها تبرد خالص، وبعدين هحطها بقى في برطمانات عندي. اهم حاجة تكون البرطمانات نظيفة طبعا وتنشفها كويس جدا. وبعد كده بقى نحطها، عايزين تحطوها بقى في التلاجة حطوها في التلاجة براحتكم. شايفين؟ بس بجد طعمها حلو قوي، ووصفة مغذية جدا. يا ريت نرجع بقى زي زمان كده ونعمل الحاجات المغذية دي لولادنا. ويا رب كده الوصفة تكون عجبتكم، وتقدري تعمليها بسهولة. وكمان بتبقى مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط في المطبخ، هتقومي تعملي كل ده. هو الفيديو 5 دقايق، وهي فعلا ما اخدتش معايا اكتر من 5 دقايق. وكمان نرجع كده نفكر ولادنا بالذكريات الحلوة مع المفتقة والحاجات الحلوة دي. كلنا أكيد اتربينا عليها، ومفيش أم كده من أمهاتنا ربنا يديهم الصحة لو كانوا بيعملوها لنا زمان. وانتوا كمان لازم تعودوا ولادكم على الأكلات الحلوة دي، بلاش كله يبقى نواشف وخلاص يعني. لازم ندخلهم أكل كده فيه غذا وفيه حاجات مفيدة ليهم. ودي ما أقولكوش بقى على الفوائد اللي فيها من المكسرات
والسمسم والعسل، وطبعا اهم حاجة المغات وما ادراكم المغات بقى. يلا بقى، يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم. مش هطول عليكم. ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك، وكمان تشتركوا في القناة. والسلام عليكم.